بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. الأمة المسلمة المصرية وأمة محمد بخير يا رب. النهاردة عشان انتم متحيرين تاكلوا ايه، فأقول لكم فكرة من الأفكار. الأكل يعني، أو فطار رمضان أو غدا أو كده، زي ما ايه ما تقولوا يعني، زي ما عايزين، براحتك يعني. فطبعا احنا جايبين كورع جميل كده، كبير وحلو، نقعته في ليمون وملح وكده ونضفته، ولو في شعر ولا حاجة تشيليه. وطبعا بتغلي مية مغلية مغلية يعني، تسقطي فيها الكوارع. لو الكوارع انت مش ضامنة، انت جايباها من جزار كويس، او اي حاجة، او شكة في اي حاجة، تغلي المية، تغليه في المية، وبعدين تصفيه، وبعدين تعملي مية تانية وتعملي. فانا ايه، انا عارفة انا جايباه من جزار كويس، فحتى ما طلعش ريم والله، هم دول بس والله اللي طلعوا، حتى ما فيهوش ريم يعني. بصوا هم دول، فحبيت اوريهم لكم يعني. بس انا هنا ايه، هنعمل طريقتين، لان في عندي ما بيحب ياكلها بالطماطم والرز الابيض بالصلصة يعني، وفي عندي بيحبوا فتة بخل وتوم وكده. فانا عشان الحيرة هعمل لهم الاتنين. زي ما احنا شايفين كده، بعد ما غليت كام غلوة كده زي ما انتوا شايفين، جبت بقى بصل وجزر وطماطم، اكنك بتسلقي لحم، وورق لوري وحبهان وفلفل اسود حصى كده زي ما احنا شايفين. وبصوا بقت عجمية، شايفين عاملة ازاي؟ يعني خدت لها بتاع ساعة ونص، ساعتين على النار، وموطيت عليها. انا كنت مواربة عليها، وبعدين رحت مغطية عليها وموطية عليها وسبتها تعيش حياتها. هستعجل عليها ليه؟ سيب الحاجة براحتك، براحتها كده، هتاخدي نتيجة احلى. طبعا طلعت الشوربة اللي شفتوها الجبارة دي. فانا هنا هعمل صلصة للي عايز كوارع بالصلصة. والرز، هو الرز طبعا هيتحط في الفتة، وهيتحط في ايه ومع الصلصة، رز ابيض على النار اهو. بعمل رز ابيض، فاهمين يا حبايبي؟ اهو بصوا الطماطم، بس يعني يا ريت تكون الطماطم حمرا وحلوة كده، عشان لما بتبقى الطماطم حمرا يعني الاكل نفسه بيبقى جميل، بيبقى شكله حلو يعني. بس هو طبعا مستوي، انا هديله بس غلوتين مع الصلصة كده، غلوتين كده حلوين وبس. وايه، وهطفي عليهم، حطيتهم في الوok كده زي ما احنا شايفين. عندي اللي بياكلوا بالصلصة اكتر من اللي بياكلوا ابيض، فانا ايه، اللي هو الفتة يعني، فتة الكوارع. فانا ايه، زودت طبعا هنا عشان كلنا ايه بنحبها بالمطبوخة كده يعني. وممكن تعمليها كده وتدخليها الفرن، بس احنا مكناش عايزين لا بصل كتير صيام بقى وكده، ولا عايزينها في الفرن، عايزينها كده زي ما ايه، أجدادنا كانوا بيعملوها زمان والله. بص الشوربة حكاية حكاية يعني. فأنا هعمل لهم خل وتوم أهو، هنعمل خل وتوم عشان الفتة. وبدل ما تحطي مية مع الخل، لا، هتحطي شوربة مع الخل، بتبقى ايه حكاية والله. جربوها بس يعني تكة صغيرة، ده خل، ده اللي انتوا شايفينه خل. وبعدين هحط فوق الخل شوربة مش مية، هتبقى طعمها جميل كده وانتي بتحطيها على صفي طبعا، عشان انتوا شايفين الشوربة مليانة حاجات، فصفي احسن برضو. حتى في الفتة صفي مهرية، الطماطم مهرية والبصل وكده، فعطي طعم خرافة يعني. مقولكوش والله على الجمال والحلاوة. تغلي غلوة بس، بصوا جميلة ازاي، مش تحطي مية بقى وكده. ده عيش بلدي، اللي هو العيش الناشف اللي احنا بنشتريه جاهز، وده عيش منشفينه في الفرن يعني، محمصينه في الفرن. ففي مش عايز العيش المحمص، وفي عايز عيش محمص يعني. حطيت من ده وده للي هم عايزين بقى. بس تسقي شوية كده العيش، حبة كده صغيرين يعني. وبعدين تحطي الرز، تفرشي عليه الرز زي ما احنا شايفين بالطريقة دي يا حبايبي.
والله كانت أكلة جميلة وتجنن، وبرضه يعني عشان الحيرة والأكل وكده، فيعني يوم كده برضه تعمليه يكون إيه، مش هقولك اقتصادي، ما بقاش في حاجة اقتصادية دلوقتي، كله بقى غالي، بس يعني تغيير. ما انت كده كده هتجيبي فراخ وهتجيبي لحمة وهتجيبي غيري، وكمان مفيدة انتوا عارفين، واللي عشان العظم والرجلين وكده. والشوربة بتاعتها دي حكاية، خلاصة الكوارع الشوربة دي. طبعا حطيناها كده للي عايز، وهنحط الدقة بقى في حاجة، ترشي فلفل اسود فوق البتاع ده الرز، وطبعا وترشي دقة كده عليها، وتحطي زيادة بقى في طبق. شايفين الأكلة عاملة ازاي؟ بتتكلم عن نفسها. بصوا اللي بالصلصة تحفة، مع الرز كده والمخلل والشوربة والبتاع، والله حاجة جميلة قوي قوي. شكرا، وما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.